يا أهلا يا أهلا. في البداية لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدأ مسلسلنا النهاردة في العصر الأول في مدينة الجن واللي بيكون اسمها فلونور، وبتظهر الجنية غلاردر وهي بتقول إن مفيش حد بيتولد شرير في المدينة بتاعتهم، وبتعمل سفينة من الورق صغيرة وبتقول لها كلام كده وبعدين بتحطها في المية وبتتحول لشكل بجعة وبتعوم في المية، ولكن بيبقى فيها أطفال بيلعبوا جنبها وبيسخروا منها وبيحدفوا السفينة بتاعتها لحد لما بتغرق في المية وبتغضب منهم، وبيجي أخوها الكبير وبيصالحها وبيقولها إن السفينة اللي هي عملتها كانت جميلة، وكمان بيقولها إن السفينة بتمشي في المية علشان بتبص لفوق إنما الحجر بيغطس علشان بيبص لتحت. بنشوف بعدها مدينة فلور في العصر الأول قبل لما يظهر نور الشمس، ووقتها كان مصدرها النور هما شجرتين، وواحدة اسمها اللورد مغرس بيكون دمر الشجرتين دول وسرق 3 جواهر وهما اللي كانوا بيخلوا الشجرة ينوروا، وبيسافر الجيش بتاعهم علشان يحارب مغرس باستخدام القوارب اللي في بحر ساندرج من منطقة اسمها الأرض الوسطى، وبتستمر الحرب لمدة كبيرة جدا وبتدمر الأرض الوسطى وبقت خراب. بتظهر غلاردر بعد لما كبرت وهي في ساحة الحرب اللي فاضية تماما، وبتكون الحرب خلصت وهزموا مغرس، ولكن الأرض كانت فوضى والأرك كانوا منتشرين في كل حتة وعددهم كبير، والقائد بتاعهم سورون ملك الظلام التلميذ بتاع مرغس، واخو غلاردر بيقطع عهد ان هو لازم يوصله ويقتله، ولكن سورون بيوصله الاول وبيقتله وساب العلامة بتاعته على جسمه. واخدت غلاردر الخنجر بتاع اخوها وتعهدت ان هي هتقتل سورون، وبتبقى غلاردر بتدور على سورون في كل مكان، ولكن آثاره بتختفي والبحث عنه بيزداد صعوبة. بنشوف بعدها غلاردر ومعاه كتيبة من الجنود وبيستقلوا جبل من الجليد، وبعدها لما بيطلعوا على الجبل واحد من الجنود بيكون مش مقتنع ان سارون لسه موجود وبيحاول يقنع غلاردر ان هم يرجعوا تاني، ولكنها بترفض وبتصر ان هم يكملوا، وبتقوم عاصفة ثلجية شديدة جدا وبيظهر برج كبير تقريبا هو ده اللي كانوا بيدوروا عليه، ولكن لما بيدخلوا بيكون المكان مهجور ومفيش حد، ودخلوا جوه ولقوا جثث الأورك في الحيطان، وبيطلع ان سارون كان بيحاول يستخدم سحر اسود اسمه قوة العالم الخفي، وبتلاقي علامة سارون في المكان وبتعرف ان سارون سابها علشان الأورك يعرفوا يوصلوا له، وبتقرر انها تكمل ولكن بيهاجمهم وحش اسمه غول التلج، وغلاردر بتخلص عليه وبتقتله، والكتيبة اللي معاهم بيرفضوا ان هم يكملوا معاها وبيقرروا ان هم يرجعوا. بعدها بنشوف مدينة روفيان ودي مدينة الهارفوت، والقبيلة ديت بتبقى أقزام وحجمهم صغير، وبنشوف 2 من العمالقة من البشر ماشيين في الأرض ديت، بيشوفهم واحد من الهارفوت، وبعدين بنشوف الهارفوت كلهم طلعوا من مخابئهم بعد لما البشر مشيوا، وأطفالهم بيبقوا بيلعبوا في مزرعة التوت، ولكن بعد شوية بيلاقوا آثار أقدام ذئب فبيرجعوا تاني لباقي القبيلة. بيكون معاهم بنت اسمها نوري، ولما بترجع أمها بتبقى خايفة عليها علشان هي فضولية وجريئة، وبعدين بتسأل أمها عن العالم الخارجي، ولكن أمها قالت لها إن هما لازم يفضلوا هنا علشان يحافظوا على حياتهم. وبنروح لعاصمة مدينة الجن ليندورن، وبنشوف الروندو وبتكون غلاردير رجعت وبيقابلها وهو سعيد جدا إن هي رجعت، ولكنها قالت له إن هي عايزة يخلي الملك يديها كتيبة تانية علشان تكمل بحث على سارون، ولكنه رفض وقال انها تحدث الملك بالبحث عن حاجة مش موجودة اصلا، وقال ان هو هيقول للملك بعد المراسم اللي هيستقبلوهم فيها، وبعد لما بيمشوا الملك بيكرمهم على رجوعهم وان هم اثبتوا ان سارون مش موجود والحرب خلاص خلصت. وبتفهم منها غرادين ان هي طلبها اترفض، وقرر الملك ان هم يروحوا لمدينة الخلود فلانور علشان يعيشوا هناك للأبد، وبيتعمل لهم حفلة كبيرة. بنشوف بعدها غلاردير وهي واقفة عند التمثال بتاع أخوها وهي حاسة إنها لازم تكمل اللي أخوها مات علشان يحققه، وبيحاول الروند يقنعها إن خلاص الشر انتهى وسارون مش موجود، ولكنها حاسة عكس كده وإنها لازم تلاقي سارون وتقتله. بنروح بعدها لأراضي البشر في الجنوب وبيظهر 2 من الجن، ودخل واحد اسمه أورونديل منهم للحانة وبدأ يتكلم مع صاحب الحانة لأن هو انتهك قانون الصحة وذبح حيوان مسموم. الراجل صاحب الحانة قال له إن مفيش عشب هو اللي بيسبب تسمم للحيوانات، وبنعرف إن البشر من فترة كانوا حلفاء مغرس علشان كده هم دلوقتي تحت حكم الجن. وبيتكلم اونور مع دكتور القرية وبتكون معالجة بالأعشاب برضه، وبتديله بذور نبات الأوفرين، وسألته انتوا مش بتحتاجوا أدوية؟ قال لها إن جروح الجن مش بتحتاج أدوية وإنها بتتلم لوحدها. وصديق أندرن بيحذروا من الصداقة مع البشر لأن ده ممنوع في قانونهم. في الوقت ده بتجيلهم رسالة من ملك الجن إن الحرب انتهت وإن هم هيفككوا أبراج المراقبة والجن اللي هنا لازم يرجعوا. أروندين بيكون زعلان إن هو هيمشي لأنه بقاله 79 سنة في المكان ده، والقائد بتاعه بيواسيه وبيقوله أنت هترجع لمدينة الجن وتشتغل في المزارع. ودكتورة القرية بونير بتكون قاعدة في بيتها مع ابنها
وبيروح لها أورندير وبيبقى عايز يتكلم معاها ولكنه مش عارف. في الوقت ده بيجي مزارع معاه بقرة أكلت عشب مسموم وجاي للدكتورة علشان تعالجها، وأورندير بيحلب البقرة وبتنزل لبن لونه أسود وبيتصدموا. وكمان لما بيعرفوا إن البقرة أكلت من قرية اسمها هورندير ودي القرية اللي اتولدت فيها برونير، بيقرروا يروحوا هناك. ولما بيوصلوا للقرية بتكون اتحرقت كلها وبقت تراب. بنشوف بعدها هورندير وهي راكبة السفينة مع الكتيبة ورايحين لبوابة فلور، ولما بيقربوا بتفتح بوابة ولكن بيبقى كلها نور، ولكن غرالدين ما بتغنيش معاهم. وقبل ما السفينة تدخل البوابة غرالدين أخدت الخنجر بتاع أخوها وبتنط في المية وبتدخل السفينة ببوابة. في العاصمة بيكون الروند بيتكلم مع الملك عن الحرب، والملك ساعتها بيعرفه على حداد وقال له ان هو بيشتغل على مشروع مهم وكبير، وقال له كمان ان هو هيشتغل معاه في المشروع ده. وبعدين بتظهر ورقة شجر قدام الملك وبتتلون اسود. بصوت الكبير الهفروت بيبص في الخريطة وبيلاحظ تغيير بيحصل في العالم، وبيبص في السماء وبيلاقي نوري قدامه بتسأله ايه اللي اتغير، ولكنه بيزهق منها ومن فضولها فبيقول لها ان السماء بقت غريبة. وفجأة بنشوف نيزك في السماء بيتحطم في مكان قريب من الهفروت، وبتجري نوري بسرعة بتشوف ايه ده، لقيت راجل كبير في السن واقع في دايرة كبيرة من النار. قربت نوري علشان تشوف مين الراجل اللي واقع ده، وصديقتها بوبي بتحذرها وبتبقى عايزاها ترجع معاه ولكن نور ما بترضاش، وبتمسك ايد الراجل دوت وبيقوم مرة واحدة وبيبقى كأنه عنده قوة كبيرة جدا وبيغمى عليه تاني. ولكن نور ما بتخافش وقررت تساعد الراجل دوت، واقنعت صاحبتها بوبي وجابوا عربية وحطوا فيها الراجل ونقلوه لمكان آمن لحد لما يفوق. بعدين بنشوف أورندير وبنير وهما بيتمشوا في قرية محروقة متدمرة على الآخر ومش بيبقى فيها ولا أي كائن حي. وبعدين بيكتشفوا نفق محفور تحت الأرض، وأورندير بيخلي روبين تروح تحذر أهلها وبينزل النفق علشان يشوف في ايه. بنروح بعدها لمدينة أرجين مملكة الحدادين الجان، وكبير الحدادين بيتكلم مع روند وبيقوله ان هو عايز يصنع برج كبير في قمته موقد نار كبير جدا اقوى من اي موقد تاني، وان اللهب بتاعه هيبقى اسخن من لهب التنين، وبيقوله ان هو عايز يخلصه قبل الربيع. الروند بيقوله ان ده هيتطلب عمالة كبيرة جدا وان الملك مش هيستطيع يمدني بيها علشان كده بعتك معايا. الروند بيقوله لازم نجيب عمالة من بره منطقتنا. بنروح بعدها لمكان اسمه خرزدال مملكة الأقزام، وكبير الحدادين والروند بيبقوا رايحين هناك علشان يتحالفوا معاهم ويساعدوهم في بناء البرج. الروند بيكون له صديق هناك اسمه اللورد دورين وبيقول ان هو هيساعده هناك، ولكن حراس البوابة بتاعت المملكة بيرفض يدخلهم وبيقول لهم كمان ان ديت رغبة اللورد دورين. وبعد شوية بيقرب الروند من الباب وبيهمس بشفرة وبعدين الباب بيتفتح وبيخرج أقسام من جوه بيدخل معاهم لمملكتهم. بس قبل لما بيدخل بيقول لكبير الحدادين هشوفك في إرنجين، وبيدخل الروند معاهم لمملكتهم واللي بتكون جميلة جدا. وبيجي اللورد دورين وبيقول ان الروند استحضر شعيرة سغون تاغا وده بيكون اختبار لصلابة الأقزام، وان هما الاتنين هيتنافسوا لحد لما قوة واحد فيهم تختفي، ولو الألف اتراجع هتتنفى من كل أراضي الأقزام، ولو كسب هيقدموا له خدمة واحدة بس. والمنافسة ديت بتكون عبارة عن كل واحد منهم معاه مطرقة وقدامه صخرة كبيرة يكسرها، والاتنين بينجحوا بيكسروا الصخرتين. بنشوف نوري بعدها وهي رايحة علشان تطمن على الراجل اللي لقيته الليلة الماضية، ولما وصلته كان خايف وبيرسم حاجة كده على صخرة، ولما حس بوجودها صرخ بصوت عالي والأشجار اتحركت وكانت هتقع من قوة الصوت. ونوري قالت له ان هي اللي ساعدته امبارح فبيهدى، وقعدت تتكلم معاه واكتشفت ان هو مش فاكر اي حاجة واديته اكله وما كانش عارف ايه ده، فبدأ يقلدها. وبعدين سألته عن وطنه وقبيلته فبدأ يرسم لها حاجات غريبة على الارض. ابوها رجله بتكون اتكسرت هناك في القبيلة فبتروح صديقتها بوبي علشان تعرفها، ولما بتعرف بتروح بسرعة علشان تطمن على ابوها. بنشوف بعدها غرانديل بتعوم في المحيط علشان ترجع لوطنها، والمكان كان مخيف جدا وكان في حاجة بتقرب منها فطلعت الخنجر بتاعها، ولكن اكتشفت ان هو قارب صغير متهالك فيه مجموعة من البشر ناجين من تحطم سفينة وخايفين وكانوا رافضين ان هم يساعدوهم، لكن في واحدة منهم كانت مصممة ان هم يساعدوها وطلعوها على المركب، وكانوا خايفين من حاجة اسمها الدودة وبيخافوا اكتر لما بيعرفوا ان غرانديل من الجان. وبعدين بتظهر الدودة وبتهاجم المركب بتاعتهم، وفي الوقت ده بيوقعوا غرانديل في المية وبتهاجمهم الدودة ودمرت المركب بتاعتهم، وبتكون غرانديل بعدت عن المركبة وعن الدودة وواحد منهم بس اللي فضل عايش، وحتة من المركب واخدة غرانديل معاه. قالت له انت سبت اصحابك ليه؟ قال لها انا علشان عرفت ينجو، وقال لها ان الاوركس دمروا قريته. ولما سألته عن مكان قريته واسمها قال لها مش مهم لان هي خلاص بقت تراب. بعد كده روند ودورين لسه بتنافسوا في تكسير الحجارة،
والرند تعب ومطرقته اتكسرت واستسلم واخد دورين علشان يطلعوا بره المملكة. وهم في الطريق بيسألوا الرند انت بتعمل كده ليه؟ قال له علشان اجاوب على السؤال ده هنحتاج رحلة طويلة جدا وانا عارف انك هنا علشان عايز مصلحة. وقال له الرند عندك حق بس برضه انا جاي علشان اشوفك انت علشان انت صديقي. وقال له دورين يا اسطى انت ما حضرتش فرحي ولا ولادة عيالي الاتنين، عايزني بقى لما تيجي ارحب بيك وكأن مفيش حاجة حصلت؟ وقال له كمان الحاجة اللي انت ضحيت بيها مش هتعرف ترجعها بسهولة. الرند بيقول معلش يا عم ما تزعلش انا غلطان، ودورين سامحه بس قال له لازم تعتذر لزوجتي. واول لما شافته خدته بالحضن وقالت له لازم تتعشى معانا النهارده. وبنشوف رونين رجعت القرية بتاعتها وبتحذر الناس وبتقول لهم على القرية اللي ولعت وعلى النفق وان هو محفور في اتجاه القرية بتاعتهم وان هما لازم يحذروا باقي القرية ويمشوا علشان ما يحصل لهمش زي اللي حصل للقرية التانية، ولكن هما ما بيصدقوهاش وما عملوش اي حاجة. بنشوف ارونديل لسه ماشي في النفق وخايف وبيخاف اكتر لما بيشوف خيالات كائنات غريبة ومرعبة. وبعدين بيمشي بسرعة في النفق لحد لما بيلاقي مية بينزل فيها وبيبقى كأن في حاجة طالعة من المية وبيبقى مستنيها، ولكن في حاجة بتسحبه من ورا الشجرة. وراحت بونيرير لبيتها علشان تاخد ابنها ولقيت البيت مكركب وفي حفرة كبيرة في الأرض وقعدت تنده عليه وخرج من خزنة صغيرة وهو خايف وقال لها تجيب حد يساعدهم، ولكنها ما لحقتش لأن هي حست بحركة في المكان فاستخبت بسرعة. وابنها كمان استخبى تاني وبيطلع كائن مرعب من الحفرة ديت وهاجمها، ولكن وهي وابنها قعدوا يضربوا فيه لحد لما قتلته وأخدت راسه عند أهل القرية علشان توريهم إن هو في خطر بجد وإن هما لازم يمشوا. بنشوف غرالديل والشخص اللي معاه بيتعرضوا لعاصفة شديدة وغرالديل بتقع في المية ولكن بينزل يجيبها. ونوري راحت للراجل بتاع النيزك علشان تقوله ان هما يمشوا بسرعة ويروحوا مكان تاني. بيبص للفانوس اللي في ايد صاحبتها فبيتكسر وبتقع منه حشرات اللي كانت بتخليه ينور. ونوري فهمت ان هو بيعمل كده علشان يعرفها ان هو عايزها تساعده علشان يلاقي المكان اللي بيدور عليه. وبعدين وقعت الحشرات وماتت. وراح دورين لابوه ملك الاقزام علشان يقنعه ان هو لازم يساعده الرون. وراح الاتنين فتحوا صندوق وطلع منه نور شديد، هنعرف بعدين ايه ده. سيو ابن رونير اخد السيف المكسور ولكن السيف بدأ يطلع نار ودخان. وبعدين نونير ندهت عليه علشان يمشوا فاخد السيف معاه. وغرالدين لما بتفوق بتلاقي سفينة كبيرة واقفة في المية والقضبان بتاع السفينة شافها. بعد لما فات غرانديل لقت هالبراند جنبها وحواليها بشر كتير جدا، ولكن هم لابسين لبس مختلف عن اللي هي تعرفه، لبس موحد وشكلهم كتيبة من البحرية. وطلع منهم قائد السفينة واللي اسمه اندلال وما تكلمش كتير مع غرانديل واخدها على وطنه مملكة النجوم نومير علشان تقابل الملكة. واول لما شافت غرانديل المملكة قالت لهالبرارد ان ديت الجزيرة الألف هم اللي ادوها للبشر دول كمكافأة ان هم موقفوش مع مرغس ايام الحرب زي اغلب البشر ساعتها وحاربوا في صفهم، وكان في تجارة بينهم واتقطعت واتمنع اي سفينة تيجي هنا. ووصل عند الملكة وقالت غراردين للملكة اول لما وصلت انها بتشكرها على انقاذ القضبان الاناندين ليهم وبتقولها ان قومها هم اللي ادوك الجزيرة ديت، ولكن الملكة بتنكر كلامها فبتقولها غراردين ان هي لازم تمشي علشان تكمل رحلتها للارض الوسطى وعايزة منها قارب، ولكن الملكة بترفض فبتتدخل هيراندار وبتطلب منها تفكر براحتها في طلباتهم. والملكة بتحبسها في السجن لحد لما بتعرف هم ايه اللي جابهم هنا. وفضلت الملكة تسأل عن أرندال علشان تعرف هو ليه جاب غرالديل هنا. قالوا لها ان هو حارس بحري من عيلة نبيلة وليه ابن اسمه أليسيردور وان هو في البحر دلوقتي بيتدرب على سفينة وعن قريب هيبقى قضبان بحري زي ابوه. راحت الملكة لأرندال وسألتها انت جبت غرالديل هنا ليه بالرغم ان الألف مجوش أرضنا من زمان جدا من أيام أجدادي. قال لها البحر جابها في سكتي والبحر دايما على حق وحسيت انها ممكن تكون مهمة بالنسبة لك فجبتها. وقالت له انت هتراقب غرالديل وتتأكد ان هي ما عملتش مشاكل لحد لما تمشي. في الوقت ده غرالديل هربت من السجن وكانت بتدور على مركب علشان تهرب فيها. أرندال وصل لها وعرفها ان هو هيحرسها لحد لما تمشي وكلمها باللغة بتاعتها فاستغربت وقالت له انت بتتكلم ازاي باللغة ديت. قال لها احنا عندنا مكان هنا اسمه قاعة العلم بنتعلم فيه اللغة ديت. غرالديل طلبت منها ان هي تروح المكان دوت وفعلا اخدها وراحوا على هناك. والسبب اللي هي كانت عايزة تروح علشانه ان المكان ده مليان كتب ومخططات وهي كانت عايزة تعرف معنى الشعار اللي لقيته في قلعة سارونس. ولما راحوا عرفوا ان ده مش شعار اصلا وان هو جزء من خريطة الارض الجنوبية وده معناه ان سارونس واتباعه موجودين هناك وهيبنوا مملكتهم هناك ومنها يجتاحوا العالم كله. في الوقت ده هاربنارد كان بيتأقلم في المدينة ومع شعبها وكان عايز يقعد في الجزيرة وبدأ يدور على وظيفة ولكن محدش بيرضى يوظفه لان هو صديق للجن وكان قاعد بياكل في حانة وسط الناس وحصلت خناقة بينهم وحراس
نص المدينة اخدوه حبسوه، بس راحت له غرارديل وقالت له ان هي لقت مخطوطة في قاعة العلم مكتوب فيها عن الملك اللي وحد البشر كلهم زمان، كان معاه نفس الشعار اللي على السلسلة اللي كانت لابساها، وده معناه انك وريث الملك ده، وبتقول له ان هو لازم يروح معاه الارض الجنوبية ويساعدها يقتلوا سارون ويوحد البشر زي ما عمل الملك ده قبل كده. بيقول لها ازاي وانت اصلا معكيش حتى جيش؟ قالت له ان كل ده هيتغير. بنروح للارفورت وكان عندهم المهرجان السنوي بتاعهم، وبتحاول نوري تلاقي طريقة تساعد بيها الراجل بتاع النيزك علشان يرجع لوطنه، وبتروح عند قائد القبيلة وبتدور في الكتب بتاعته، واخدت الورق اللي هي عايزاه من الكتب وهتروح للراجل، فلقيت القائد بتاعهم بيلقي عليهم خطاب لازم كلهم يسمعوه، فبتقعد. راح الراجل علشان يشوف نور اتأخرت عليه، فبيلاقي الورق وبيبص فيه ولكن بيقع وبيبهدل الدنيا، والقبيلة بتكتشف وجوده وعرفوا ان نوري هي اللي جابت الراجل دوت، وتعصب جدا قائد القبيلة وكان هيطرد نوري واهلها بره القبيلة، ولكن عاقبهم بان هم هيمشوا في اخر القافلة اللي هتتحرك بكرة. وقتها والد نوري كان مصاب وما كانش قادر يجر العربة بتاعتهم، وكانوا متأخرين جدا عن باقي القبيلة، وديت كانت مشكلة كبيرة يا صديقي، لان القبيلة بتمشي وما بتركزش مع اللي وراه، ولو تاهوا محدش هيدور عليهم. وبيجي الراجل الغريب بتاع النيزك اللي لحد دلوقتي ما نعرفش اسمه، وبيساعدهم وبيجر لهم العربة بتاعتهم. نروح بقى للأرض الجنوبية اللي هي أرض البشر الوحوش اللي خطفت أورونديل، هما الأوروكس، ودول تبع سيد الظلام سارون، وأخدوه عند مكان فيه كتير منهم علشان يحفر، وبيلاقي هناك أصدقائه اللي كانوا معاه في برج الحراسة في الأراضي الجنوبية، وكلهم بيحفروا، وبيقول له القائد بتاعه إن سارون موجود هنا وهم بيسموه أدار، وإحنا لازم نخرج من هنا علشان نجيب الجيش ونقتلهم. وفي الوقت ده الأوروكس بيخلوهم يقطعوا شجرة كبيرة علشان يكملوا حفر، ولكن هما بيرفضوا لأن هما بيقدسوا الأشجار. في الأوروكس بيقتلوا واحد منهم وكانوا هيقتلوا القائد بتاعهم كمان، ولكن أورونديل بيقول لهم إن هو هيقطع الشجرة علشان يسيبوا القائد. وبعد شوية أورونديل والقائد بتاعه البشر اللي معاهم يضربوا في الأوركس علشان يهربوا، ولما الأوركس ما بيقدروش عليهم بيطلعوا لهم وحش مفترس شكله متوحش، ولكن أورونديل بيحبسه في الشجرة بالسلاسل وبيهرب القائد بتاعه، ولكن بينضرب بسهمين وبيموت. وبياخد الأوركس أورونديل علشان يودوه الأدار اللي هو سارون ملك الظلام. الملكة وهي بتبارك لنساء القصر على إن هم خلفوا، وبعدين بتبص من بلكونة القصر بتاعتها بتلاقي فيضان كبير جدا دمر جزيرة نومير ودمر القصر كمان، ولكنها بتصحى من نومها بيبقى فيها عمال من الشعب عاملين مظاهرة وخايفين من الجن وان هم ياخدوا مكانهم في الجزيرة بتاعتهم، خصوصا ان هم مش بيكبروا ولا بيتعبوا. في الوقت ده المستشار بتاع الملكة بيبقى في السوق بتاع الجزيرة وبيسمعهم وهم بيتكلموا، فبيقول لهم ان مش واحدة من الجان البحر جابها لهنا هي اللي هتشكل تهديد علينا، وبيمتص غضبهم وبيقول لهم ان الجان عمرهم ما هيسيطروا على نومير وان هي هتفضل مملكة البشر. وبتقول لها ان هاربارد هو ملك منفى العرش الاراضي الجنوبية، وبتعرض عليها تحالف بين نومير والجان علشان يخلصوا على سارون اللي هو عدو مشترك بينهم هما الاتنين، وكمان هيلحقوا الاراضي الجنوبية قبل ما يستولوا عليها. ولكن الملكة بترفض عرضها وبتقول لها ان هاربارد هيتعاقب حتى لو كان ملك زي ما بتقولي، وبتسيبها وبتمشي. ولكن غرارديل بتستفزها وبتقول لها ان هي عايزة تقابل الحاكم الحقيقي ابوها الملك، ولكن الملكة بترفض وبتحبسها جنب هاربرد. بنشوف ايسولورد وهو بيتدرب على سفينة في البحر، وبعدين بيفكر كده ثواني وبيسيب الحبل بتاع شراع السفينة، ولكن قضبان السفينة بيعرف ان هو ساب الحبل عن قصد وبيطرده من حرس البحر هو واتنين من صحابه من على السفينة، وبعدين اصحابه بيتخانقوا معاه لان هو تسبب في طردهم من عملهم. بعدين بنشوف الاوريكس وبيجي قدر يتكلم مع اورونديل وبيقول له يوصل رسالة للبشر في برج المراقبة القديم، هنعرف بعدين ايه هي الرسالة ديت. في البرج بقى بيبقى عندهم مشكلة وهي ان هم مش لاقيين ياكلوا، وبيقترح سيو ان هم يروحوا مخزن في الوردرغ بالنهار لما الاوريكس يبقى عددهم قليل جدا وياخد اكل من هناك، وامه بتبقى خايفة عليه ورافضة ان هو يروح، ولكنه بيبقى مصر وبيقول لها ان هو هيروح هو واصحابه، وبيلاقي البلد كلها متدمرة وكل الحيوانات اللي فيها مقتولة، وبياخدوا شوية اكل وخلاص ماشيين. ولكن سيو بيدخل الحانة لانه بيبقى متأكد ان في اكل تاني جوه، وصاحبه ما بيرضاش يدخل معاه وبيستناه بره. لما سيو بيدخل بيلاقي حبوب واقعة على الارض فبينزل يلمها، وفجأة بيطلع عليه واحد من الاوريكس وبيعوره، ولكن سيو بيطلع السيف المكسور اللي معاه، وفجأة السيف المكسور بيبقى سيف كامل وبيضرب بيه الاوراق وبيهرب لبره وبيستخبى في البير. والاوراكس ساعتها بيعرفوا ان ده السيف بتاع سارون وبيبقوا عايزينه وبيفضلوا يدوروا على سيو. بنشوف الروند وكبير الحدادين وملك القزم بيكون وافق على تعاون بينهم وشغالين على البرج، وكبير الحدادين بيقول للروند ان دورين مخبي حاجه، فبيروح الروند لديزا زوجة دورين علشان يحاول يعرف هو مخبي ايه، ولكنها بتقول له ان في منجم من كوارتز، ولكنه ما بيصدقش وبيقول لها ان هو ما خدش الادوات اللي يستخدمها. بتقول له ديزا ان الكوارتز هي اللي بتستخرجه
ليجو مش بتتكسر ولكنه بينتزع فملهاش لازمة الأدوات. وبعدين ديزرا بتقول لدورين إن هي كذبت على الروند وضللته، وبيقولها إن هما شغالين كويس في المنجم القديم. الروند من بعيد بيكون شايفهم وبيعرف مكان المنجم القديم، وبيقرر يروح لهناك علشان يعرف دورين مخبي ايه، وبينزل لتحت وبيلاقي باب سري وبيعرف يفتحه، وبيدخل لجوه وبيلاقي منجم وبيشوف حجر غريب. دورين بيقول له انا كنت عارف ان ده السبب اللي جابك هنا، وانك انت والملك بتاعك عايزين الحجر ده لنفسكم، ولكن الروند ما بيكونش عارف في الحجر ده ايه اصلا، وكل اللي همه هو صديقه دورين. وبيقول له دورين انك لازم توعدني وتحلف دلوقتي، انا اللي هقوله لك محدش يعرفه غيرك. وبيوافق الروند ويحلف قدامه. دورين بيبدأ يحكي له عن الحجر وازاي اكتشفه، وبيطلع ان ديزرا اكتشفته وهي بتدور على الذهب، وان الحجر ده خفيف وصلب جدا وممكن يعملوا منه اسلحة قوية جدا، وان هم لو استخدموه كعملة قيمة هتكون اكثر من الذهب بكثرة، وان هو هيكون بداية عهد قوة وازدهار لقومهم. ولكن تنقيبه صعب جدا، علشان كده هم مكتمين على الموضوع دوت. وفي الوقت ده بيحصل انهيار في المنجم، ودورين بينزل بسرعة علشان يلحق الاقزام اللي شغالين تحت. وغرالديل وهي بتتكلم مع هالبرارد في الزنزانة بيجي مستشار الملكة والحراس، وبيقولوا لها ان الملكة قررت ان هي ترجع لجان في حراسها دلوقتي وبيطلعوها من الزنزانة، ولكنها بتضرب الحراس وبتحبسهم في نفس الزنزانة وبتمشي. والمستشار بيبقى واقف خايف يتدخل وبيسيبها تهرب، وبتروح غرالديل للملك علشان عرضت عليه التحالف، ولكن الملكة بتكون هناك، والملك حالته الصحية بتكون متدهورة جدا، وبتاخدها لبره وبتقولها ان والدها زمان بعد لما تولى الحكم اعلن عن تجديد علاقته مع الجان، ولكن الناس ما كانوش موافقين وحصلت زي ثورة كده وخلوها هي الملكة. وبعدين بتوريها حجر من احجار الرؤية السبعة، وبتقولها ان والدها ورث الحجر ده، ولما بتحط ايديها على الحجر بتشوف نفس الرؤية اللي شافتها الملكة. فيضان هيدمر نمور، وبتقولها الملكة ان هي هتعلن عن رحيلها بكرة. بعدين بنشوف الاوركس لسه هيدور على سيو وبيبقى خلاص هيهرب، ولكن واحد منهم بيمسكه ولسه هيقتله. بيجي اوروندير وهيقتل الاورك ده، وبياخد سيو ويمشوا بسرعة وبيجروا في الغابة، والاوركس بيجروا وراهم، وسيو بيكون مصاب ومش قادر يجري، وبتيجي بورين وبتاخده وبيجروا، وبيطلعوا هما التلاتة بره الغابة في النور. والاوركس طبعا مش بيظهروا في الشمس فمش بيقدروا يكملوا وراهم وبيرجعوا. ودورين بيكون طلع العمال من المنجم اللي انهار، وبيكون زعلان من والده علشان وقف العملية وسد المنجم. وبعد شوية بيروح يتكلم مع والده وبيعتذر له، وبيقول له ان الروند دعاه يروح معاه لليدون، ولكنه بيبقى شاكك ان هما بيخططوا لحاجة. ووالده بيقول له يروح علشان يعرف ايه اللي بيخططوا له. وبورنير بتروح لاورنديل علشان تشكره على اللي عمله مع ابنها، وبيقول لها ان هو معاه رسالة من العدو ومحتواها ان هو هيسيبهم يعيشوا لو اتنازلوا على الاراضي بتاعتهم، واقسموا ليه بالولاء، وان رفضوا هيستولوا عليها. وغرالديل بتكون ركبت السفينة وخلاص ماشية، وبعدين بنشوف الملكة بتتكلم مع شعبها وبتقول لهم ان هي هتروح مع غرالديل للارض الوسطى علشان يساعدوا اخواتهم المحاصرين في الاراضي الجنوبية. وغرالديل تظهر جنبها والسفن هتغادر في خلال 10 ايام. تتكلم مع الراجل بتاع النيزك وبتوديله اكل، وبتقول له ان شعبهم الهارفورت على طول بيتنقلوا من مكان للتاني ومش بيفضلوا في مكان واحد كتير، وبتقول له ان هو راجل كويس لان هو بيساعدهم. بعد كده اهلها بيندهوا عليها علشان يكملوا رحلتهم بعد ما استريحوا شوية. وبعدين بالليل بيخيموا في المكان اللي وصلوا له، ونوري بتشوف الراجل وهو واقف على صخرة وبيبص للقمر وبتبقى مستغربة. برونير بتتكلم مع الناس في برج المراقبة القديم، وبتقول لهم ان الاوركس بيهددوهم يستسلموا او هيخلصوا عليهم، وبتشجعهم على القتال وان هم يتصدوا للاوركس. ولكن الراجل بتاع الحانة بيطلع زي خازوق وبيقول للناس ان هم مش هيقدروا يتصدوا للاوركس، وبياخد الناس في صفه. في نمور بتبدأ تجهيزات القوات البحرية والسفن والجنود، وفي الوقت دوت اسلود بيطلب من ابوه ان هو يخليه يروح معاهم للارض الوسطى، لكن ابوه بيرفض لان هو انطرد من حرس البحر وما عندوش مؤهلات تخليه ينضم ليهم. ولكن اسيلدور بيبقى مصمم وعايز ياخد فرصة، وابوه بيقوله ان المتطوعين دول متدربين قبل كده وان هم افضل منك وبيرفض طلبه. وهالبراند بيكون شغال حداد في ورشة في نومير وبيعمل سيف حلو جدا بيعجب صاحب الورشة، وبيجي في الوقت دوت حارس الملكة وبياخدوه علشان يقابل الملكة. ولما بيروح بيلاقي الملكة مستنياه ومعاه غولاردر. الملكة بتشكره لأن هو وافق يكون ملك للأراضي الجنوبية تحت رعاية مملكة نومير. غولاردر هي اللي قالت كده للملكة، وطبعا هالبرد بيستغرب لأن ديت مش رغبته. بيجي بعد كده حارس الملكة وبيقطعهم علشان والد الملكة عايز يقابلها، وبتروح الملكة تقابل والدها. وغرالديل بتحاول تقنعه يروح معاهم الأرض الوسطى ويوحد شعبه ويكون ملك عليهم، ولكنه بيرفض وبيسيبها وبيمشي. نوري واهلها بيكملوا طريقهم وبيدخلوا غابة مظلمة شكلها مخيف، وبيخافوا اكتر لما بيلاقوا اثار اقدام كبيرة لذئاب.
وبعدين فجأة بيطلع 3 ذئاب بيهجموا عليهم وبيجروا يستخبوا في شجرة كبيرة، وبتبقى خلاص الذئاب هتقتلهم، ولكن الراجل بتاع النيزك بيرميهم بعيد وبيخبط ايده جامد في الارض والذئاب بتقع على الارض من قوة الضربة، وبعد كده بيهربوا. ولاردر بتروح عند الجنود اللي بيتدربوا واللي بيكون القائد بتاعهم اللي بيدربهم هو اليندال، وبتعلمهم غلاردر ازاي يقتلوا الاوركس بسهولة، لان هم مهما كانوا متدربين هم مش هيعرفوا حاجة عن الاوركس ولا حاربوهم قبل كده. وارندال بيقول للجنود اللي هيجرح غلاردير هيترقى لرتبة ملازم، وبتتقاتل مع الجنود وبيبقى كلهم مبهورين بمستواه في القتال، وفي الاخر واحد من الشباب بيقدر يجرحها جرح بسيط جدا، وبيكون صاحب الريسورد اللي اتطرد معاه من حرس البحر. بتروح الملكة لأبوها في البرج وبتقول ان هم هيروحوا الأرض الوسطى وهيتحالفوا مع الجن زي ما كان هو عايز، وبيحذرها أبوها وبيقولها ان المملكة في خطر، وبيقولها ما تروحيش الأرض الوسطى لأن كل اللي منتظرك هناك هو الظلام. الراجل بتاع النيزك ايده بتكون اتصابت إصابة جامدة، ونوري بتحاول تساعده وبتقعد جنبه، وبعدين بيقول كلام وهو حاطط ايده في المية بتخلي ايده تتجمد، ونوري بتحط ايديها عليه وبتتجمد ايديها هي كمان، وبعدين نوري بتبص لورا بعيد، ولما بيرجع لوعيه بيحاول يقرب منها ولكنها بتخاف وبتجري منه. في المكان اللي وقع فيه بيكون دورين مجتمع مع ملك الجان والروند وكبير الحدادين على طاولة العشاء، ودورين بيكون متوتر وشاكك بسبب أسئلة الملك الكتيرة جدا عن الأقزام والتقدم اللي عملوه في مملكتهم خزايا الدم، وإن هما بيطوروها بسرعة كبيرة جدا، وبيعتبر دورين الأسئلة ديت إن الملك بيتدخل في شؤونهم، ولكن دورين بيرد عليه بسؤال عن الطاولة اللي قاعدين بياكلوا عليها، وبيقوله انتوا جبتوها منين، لأن هو حجر نادر ومقدس وبيكون موجود على عمق كبير في الأرض، وإن الأقزام بيستخدموها في صنع المقابر والأشياء اللي ليها قيمة كبيرة جدا عند الأقزام. بيعتذر الملك لدورين وبيقوله ما تزعلش يا عم هبقى ألفهولك وانت ماشي. الروند بيكون متضايق جدا من الملك بسبب اللي عمله مع صديقه دورين وهانته ليه وللأقزام، وبيكون الملك شاكك ان الأقزام لقى حجار المسريل، وبيضغط على الروند في الكلام علشان يعرف منه الحقيقة، ولكن الروند بيقول للملك ان هو وعد صديقه دورين ان هو مش هيكشف السر بتاعه. بعدين الملك طلب من الروند يحكي له قصة تكوين المعدن دوت. قال له الروند ان كان في زمان محارب من الجان قلبه نقي صب نوره في جذع شجرة، وكان في شيطان ساعتها بيحاول يحرق الشجرة، واصطدم القوتين مع بعض قوة الشر وقوة الخير، نتج عنهم اصطدامهم طاقة عظيمة انتشرت في باطن الأرض وكونت حجر المسريل، والملك قال له ان ده ممكن يوصلهم لحجر من احجار السلميز اللي ضاعت في الحرب بتاعتهم مع مورغس، وقال له ان ضوء الجان بدأ يتلاشى وان الجان لو حطوا ايديهم على الحجر دوت هينقذوا مملكتهم من الظلام، وبيوريه الملك العفن اللي صاب الشجرة اللي فيها النور وان هما لازم يوقفوا العفن علشان المملكة ما تعيش في ظلام، ولكن الروندو بيرفض يقول اي حاجة بسبب الوعد اللي وعده لصديقه دورين، ولكن الملك بيقول له يفكر وبيسيبه ويمشي. بيروح لسولدر لصديقه علشان يطلب منه ياخده معاه للأرض الوسطى، ولكن صديقه بيرفض لأن هو بيكون زعلان منه علشان اتسبب في طرده من حرس البحر، وبيقول لصديقه اضربني لو دوت هيخليك تاخدني معاك، وصديقه بيضربه فعلا بغل وبرضه ما بيرضاش ياخده معاه. بتكون السفينة خلاص هتبحر في الصباح وأهل نمرهم بيحتفلوا في الوقت دوت. بيروح كيفن ودوت ابن وزير من وزراء الملكة، بيروح على سفينة من السفن وبيفتح البراميل اللي فيها زيوت علشان يولع في السفينة، ولكن قبل لما يولع السفينة الريسورد بيكون مستخبي في السفينة علشان يروح معاهم الأرض الوسطى، وبيلحقوا علشان ما يولعش في السفينة، ولكن المصباح بيقع والسفينة بتولع، وبينقذها الريسورد من هو يغرق مع السفينة، وما بيرضاش يقول لأبوه إن كيفن ولع في السفينة، وكيفن بيقول لأيرسورد إن هو أنقذ حياته. بتعمل الملكة اجتماع بسرعة علشان تعرف سبب اللي حصل دوت، وبيقترح الوزير إن هما يأجلوا سفر السفن لحد لما يحققوا في الموضوع ويكتشفوا السبب، والملكة بتقول لهم إن هما هيجتمعوا تاني الفجر وهتاخد قرارها النهائي. غولاردير بتروح تتكلم مع هربراند علشان تقنعه يروح معاهم، ولكنه بيقولها إن هو كان شخص سيء وإن هي لو عرفت حقيقته هتكرهه، ولكنها قالت له مش مهم ماضيك، وكان مستغرب جدا من إصرارها على الحرب، وسألها وقالت له عن موت أخوه على إيد سارون وعن صديقها المقرب الروند اللي اتخلى عنها وعن الكتيبة بتاعتها اللي اتمردت عليها وعن الملك وإن هو نفاع لفرانر وكل اللي شافته في البحر وبرضه مش هتستسلم، وإن هي مش هترتاح غير لما تواجه الشر وتنتصر عليه، وإن هو كمان لازم يعمل زيها. تاني يوم الملكة بتكون أخدت قرارها وهو الحرب، وهالبراند وافق ينضم معاها وبينطلق الجيش والسفن في اتجاه الأرض الوسطى. في فلاندر بقى الروند أعطى المثيل اللي كان معاه للدورين ادهوله هدية لكبير الحدادين علشان يختبرها، وبيعرف ان النور اللي فيها نفس نور فلارر اللي بينور مدينتهم ومستحيل ينتفي، ودورين بيغادر لدورن، والروند بيقول له ان هو ألف حوار الطاولة دوت علشان ياخدها معاه وخدع الملك، ودورين قال له صح
وإن هو عمل كده علشان يهديها لمراته ديزرا كهدية، والروند قرر يقول على الحقيقة وإن هما محتاجين الحجر دوت علشان الجن ما يموتش ونور فلارا ما يطفيش، ودورين بيتفهم الموضوع وهو شخصيا بيوافق وبياخد الروند معاه علشان يقنع أبوه ملك الأقزام. والدرغ والناس اللي مشوا معاه في البرج راحوا لأدار علشان يقدموا فروض الولاء والطاعة وبيتعهدوا بالولاء لسارون، ولكن من الواضح ان أدار مش هو سارون، وبياخد واحد من الشباب وبيقول للوردرغ ان الولاء والطاعة بالدم، والدريغ بيبقى معندوش مشكلة ان هو يقتلهم. وبنشوف اوراندير وهو بيدرب سيو وبيقنع ان هما هيهزموا الاوريكس، وسيو بيوريه السيف اللي معاه وبيعرف اوراندين ان السيف اللي معاه دوت مفتاح لشيء معين، وأدار والأورك عارفين ان السيف مع سيو. برونير بتكون مش متفائلة بقوة الناس اللي فاضلين معاها وحاسة ان هما هيتهزموا من الأورك بعد لما أدار بيجمع الجيش بتاعه مكون من الأورك والبشر بتاع القرية، والدريغ بيبدأ يحسهم علشان يستولوا على الأرض الوسطى والأرض الجنوبية وبينطلقوا في اتجاه البرج، ولكن لما بيوصلوا هناك ما بيلاقوش حد خالص، وبيبدأ الأورك يدور على البشر وبيكون اوراندين مستخبي فوق، وأول لما بيشوفوه بيضرب عليهم سهام وبعدين بيبقوا نازلهم أفخاخ، وأوراندير بيضرب سهم مولع على البرج القديم وبيقطع الحبل اللي ماسك البرج وبيخرج بره القلعة وبيقفل عليهم باب القلعة وبينهار البرج على كل اللي جوه القلعة. برونير والناس اللي معاه وأوراندر بيكونوا بره، ولما بيلاقوا البرج وقع والقلعة اتدمرت بيفتكروهم خلاص ماتوا كلهم. اليسورد بيكون نايم على السفينة وبيقوم علشان يشوف باقي قد ايه ويوصلوا لليابس، وغرارديب بتقرب منه وبتسأله انت شغال ايه؟ قالها ان هو بينظف الاسطبل، وقالت له ان الشغل دوت بيعلم التواضع، ولكنه بيقول لها ان هو مش جاي هنا علشان كده، هو عايز يهرب من نومير. وبتعرف ان هو ابن ألندل وبيشوف الشمس واليابسة وبيبقوا قربوا يوصلوا، وبيقول ألندل للملكة ان هم فاضل لهم يوم في البحر ويوم تاني في الجبل بخيول، وبتقول له الملكة يزود سرعة السفن. وراندر بيحاول يدمر السيف المكسور بتاع سارون، ولكن السيف بيبقى قوي جدا وما بيقدرش يدمره، فبيقول لبرونير ان هو لازم يخبيه في مكان محدش يعرفه ولا هي كمان. وبعدين بيبدأوا يحضروا نفسهم للحرب وبيجهزوا أفخاخهم وياخدوا موقعهم علشان يعرفوا يستخدموا السهام، وبيروح سيو علشان يحمل عواجيز والأطفال في الحانة القديمة اللي هتكون بمثابة الحصن بتاعهم، وبيدخل الليل عليهم والأورك بيوصلوا للقرية، وبرونير بتروح عند فخ من الأفخاخ علشان تولعه ولكنها مش بتبقى عارفة، فواحد من الأورك بيروح علشان يقتلها ولكن هي بتقتله وبتاخد الشعلة اللي معاه تولع بيها الفخ، وبعدين بتولع أفخاخ تانية والأورك بيتحاصروا ما بين النار، وأوراندير وشباب القرية بيرمون بالسهام، وبعدين بيدخل أوراندير في قتال مع واحد من الأورك وبيبقى خلاص هيتقتل، ولكن برونير بتيجي من وراه وبتقتل الأورك وبتنقذ أوراندير، وبيكون في الوقت دوت أهل القرية انتصروا على جيش الأورك وقتلوهم كلهم، وبعدين بيكتشفوا إن هم قتلوا أهل القرية اللي كانوا معاهم وانضموا للأورك، وبيتفاجئوا بالأورك نفسهم داخلين عليهم وبيضربوهم بالسهام وقتلوا منهم كتير، وبرونير اتصابت إصابة خطيرة وبيدخلوهم كلهم الحصن علشان يستخبوا، وبيعالجوا جرح برونير بالنار، وبيكون الأورك محاصرين الحانة وبيدخلوا ويقتلوا بعض من الناس اللي جوه علشان أوراندير يدي السيف لأدار، وكان هيقتلوا برونير، ولكن قبل ما يقتلوها سيو بيقول لهم على مكان السيف وبيديه لأدار. في الوقت دوت بيكون جيش نومير وغلاردير بيكونوا وصلوا وبيدخلوا في معركة مع الأوكس، وفي وسط المعركة أدار بيكلف ورديرغ بمهمة سرية وبيحارب معاهم سيو وأرندير وبينتصر عليهم، وفي المعركة أرندير كان هيموت، وغلاردير بتسأل أورندير على قائد الأورك فبيشاور لها على أردار واللي بيكون أخد الحصان بتاعه وبيهرب، وأوراندير بيقول لها إن هو ما ينفعش يهرب بالسيف، وبتجري غرارديل بالحصان ورا أدار وبيدخلوا الغابة، وأدار بيبقى أسرع من غرارديل وهي مش عارفة تلحقه، ولكن فجأة بيظهر هالبردو قدام أدار وبيوقعه من على الحصان وبيلحقه قبل ما ياخد السيف من على الأرض وبيبقى هيقتله، ولكن غرارديل بتوقفه بتقول له إن هما محتاجينه يعيش. وبعدين في القرية بيكونوا أسروا الأورك الباقيين وربطوهم بالسلاسل، وأيوسود وأصحابه بيكونوا مفتونين بجمال الطبيعة هناك، وبيقول لهم ان هم هيروحوا مع الجنود اللي كلفتهم غرارديل بتعقب الأورك اللي هربوا في الجبال، ولاردل وهالبرد بيكونوا مؤيدين أدار بالسلاسل جوه كوخ وبيستجوبوه، وبتقول له غرارديل انت جن فاسد من اللي بيخدموا موريس، ولكنه بيقول لها ان هو واحد من الأورك، وبتسأله عن مكان سارون ولكنه ما بيقولهاش ان هو ما بيخدمش سارون وما يعرفش عنه حاجة، وبتقول له ان هي هتطلع الأورك المقصورين للشمس لو ما اتكلمش، وقال لها ساعتها ان بعد هزيمة مورغوس لسارون قرر يعيد بناء الأراضي المتدمرة من الحرب ويصنع قوة من العالم الخفي، ولكنه فشل في الخطة بتاعته لأن في جزء من المعرفة كان مخفي ومعرفش يوصله بالرغم ان هو قتل أرواح كتير جدا، وقدر كمان ضحى بكتير من أولاده علشان سارون يوصل للمعرفة المخفية ولكنه فشل، وقال لها ان هو قتل سارون بعد كده، ولكن هي ما بتصدقهوش وبتكون مقتنعة ان سارون لسه موجود، وقال لها أدار
ان الاراضي ديت هتكون ملكهم قريب، ولكنها بتقوله ان دوت مش هيحصل لانها هتقتلهم كلهم وهتقتله هو اخر واحد علشان يشوفهم هما بيموتوا. وبيستفزها ادار لدرجة ان هي كانت هتقتله، ولكن هالبرد بيوقفها. بيكون اهل القرية بيحتفلوا بالانتصار على الاورك. بتتكلم الملكة مع بورونير وبتجيب هالبرد وغلارديل عشان تعرفهم على بورونير، بس بورونير بتشوف علامة الدرع مع هالبرد وبتقول له انت الملك الموعود للاراضي الجنوبيه. وغرارديل بترجع السيف المكسور لاورانديل علشان هو اكتر واحد هيعرف يحميه. وبيروح اورانديل يدي السيف لسيو علشان يتخلص منه في البحر، ولكن سيو بيكتشف ان ادار خدعهم وحط بلطه في الخشه مكان السيف، والسيف الحقيقي اداه لوالديرغ اللي بيحول السيف المكسور لسيف كامل باستخدام الدم بتاعه. وبيحط السيف في حجر ويلفه، والسيف دوت بيكون مفتاح بيفتح السدود بتاعه الاراضي الجنوبيه، وبتدخل الميه في الانفاق اللي ادار والجيش بتاعه عملوها، وبتهتز الارض وبتنفجر الارض في القريه وبتطلع الميه من الانفاق. وبتدخل الميه داخل بركان كبير جدا في الجبل وبتختلط مع الحمم بتاعه البركان وبتخلي البركان ينشط وينفجر بقوه شديده، وبتخرج منه كرات لهب مشتعله بتقع على اهل القريه وقتل كتير منهم. وبيجري أليندل علشان يحمي الملكه وسيو بيختفي، وبيجري أليندل علشان يحمي الملكه وسيو بيختفي، وبيدخل الدخان واللهب على اهل القريه. وغرالديل بتكون واقفه مذهوله من المنظر وما بتتحركش لحد لما بيختفي وسط النار والدخان، وبيكون ادار هرب. وبعد ما المدينه اتدمرت وبقت كلها محروقه وغبار مال الجو، بتدور غرالديل على هالبرد وعلاندر، وبعدين بتلاقي سيو بيكون بيدور على امه هو كمان. والملكه بتساعد اليسورد ان هو يطلع صاحبه من تحت الانقاض، وصاحبه التاني بيكون مات. وبعدين بيدخلوا بيت بيكون بيتحرق والسقف بتاعه خلاص هينهار علشان ينقذوا الناس اللي جوه، وبينقذوهم وبيخرجوا، ولكن ارسولدو ما بيعرفش يخرج والسقف بيقع عليه. وبعدين بتشوف نوري وعيلتها اللي بيكونوا في ظل القبيله ورا وبيشموا ريحه حطب مولع، فبيفكروا ان القبيله خيمت هنا وولعوا نار. ولكن لما بيوصلوا للقبيلة بيكتشفوا آثار الحمم البركانية في المكان اللي هم فيه، والأرض بقت كلها محروقة والأشجار والفاكهة اللي عليها كمان محروقة. وبيطلب صادوك كبير القبيلة من نوري إن هي تتكلم مع صديقها علشان يساعدهم، وبيطلب صادوك كبير القبيلة من نوري إن هي تتكلم مع صديقها علشان يساعدهم، ولكن صاحبتها بتقول إن هو ساعدهم في حاجات كتير وما ينفعش نطلب منه حاجة تاني. فبيروح صادوك هو بنفسه علشان يطلب منه إن هو يساعدهم، وبيروح يحط ايده على الشجرة ويقول حبة كلام كده، والقبيلة بتفتكر ان هو بيصلح الشجرة، ولكن فرع الشجرة بيقع على نوري وبنت من القبيلة. فبيزعل الراجل جدا لان هو اذى نوري تاني من غير ما يقصد. وبعدين بنشوف الروند بيتفاوض مع والد دورين كبير الاقزام وبيعرض عليه الجان ان هو هيزودهم بالحبوب والاخشاب والحيوانات لمدة 5 قرون في مقابل حجر المسرير. وبعدين بيتكلم دورين مع ابوه الملك، وبيبقى ابوه مش عايز يخاطر بحياة الاقزام في الحفر في المناجم عن الحجر دوت، علشان لو حصل انهيار صخري زي اللي حصل قبل كده هيموت عدد كبير جدا من الاقزام. وبيقول لابنه انه مصير الجان محدد لالاف السنين وان هما مش هيقدروا يساعدوهم. وبعدين بيروح دورين يتكلم مع مراته ديزرا اللي بيكون متعصبة جدا لان عرض الجان ما يترفضش، وبتقول لجوزها ان هو ممكن يلاقوا طريق امن للمناجم من غير ما يحصل انهيار، خصوصا ان باقي سادة الاقزام موافقين. وبعدين بيجي الروند وبيعرف ان العرض اللي هو قاله اترفض، ودورين بيكون زعلان جدا لان هو ما قدرش يساعده. وبعدين بيودعوا بعض وبيمشي الروند، وبعدين بيقعد دورين حزين وبيرمي حتة المرسيل اللي معاه على ورقة الشجرة اللي وراها الملك الجان، وبترجع الورقة سليمة بعد ما كانت محروقة. بنرجع نشوف جيش نومير بعد ما المدينة اتحرقت من البركان، بيرجعوا له المخيم بتاعهم اللي بيكون قبل المدينة بكام ميل كده، وبيكون معاهم أليندر اللي بيتصدم لما الملكة بتبلغه بخبر موت ابنه أليسورد. وفي نفس الوقت بيكون غرارديل وسيو متوجهين لنفس المعسكر. وبعدين بيعرف ألانديل إن الملكة اتعمت من الغبار وبتطلب منه الملكة يكمل مشي علشان محدش من الجنود يلاحظ. وبعدين صادوك كبير القبيلة بتاع الهارفوت بيطلب من الراجل الغريب يمشي من قبيلتهم وبيقول على منطقة اسمها جراندو وإن هو ممكن يروح هناك يدور على النجوم اللي بيدور عليها ديت وأهلها هيساعدوه. وبعدين بنشوف غلارديل وسيو اللي بيكونوا في الغابة والجو بقى ليل، والأورك بيكونوا بيدوروا في الغابة على أي بشر موجودين ولكنهم بيستخبوا منهم. وبعدين بنشوف دورين والروند اللي في المناجم بتاعة المرسيل، ودورين بيكسر جدار وبيكتشف إن وراه منجم مليان بحجر المسريل. وبعدين بيكتشف الملك اللي هم عملوه وبيطرد الروند بره مملكة الأقزام، وبيتكلم مع ابنه دورين وبيقول إن هو لما كان صغير الحكماء كانوا بيقولوا إن هو هيموت، ولكن والده كان بيفضل واقف بيه طول الليل يدفيه. وبيقول له كمان إن هو كان بيقول لأمه إن ابنه لما يكبر هيكسر الجبال، فبيقول له
دورين انت عايزني اكسر الجبال ازاي وانت بتكسر طموحي ومش بتديني فرصة اعمل اللي انا عايزه. وبيقول له ابوه ان الروند اكتر من اخ بالنسبة له وانه مش ممكن يستغنى عنه. وبيقول له كمان ان هو ما يستحقش يكون الملك ولا يستحق التاج اللي هو لابسه. وبيصطدم الملك من كلام ابنه دورين وبيعزله لولايته من العهد. وبعدين بنروح لنوري والقبيلة بتاعتها. لما بيجي تاني يوم بيكتشفوا ان المكان اللي هم فيه بقى كله اخضر والاشجار بقت مليانة فاكهة ورجعت خضرة تاني بعد ما كانت تقريبا محروقة. وبيبدأوا يجمعوا الثمار من على الشجر ويخزنوها وهم فرحانين. وبعدين واحدة من القبيلة بتروح تجيب مية وبتشوف آثار أقدام عملاقة وبتروح تجري علشان تحذر الهرفوت. وبتكون الأقزام ديت لكائنات الفنانور واللي بيكونوا بيدوروا على الراجل الغريب وبيقدروا يتتبعوا مكانه ويعرفوا المكان اللي مشى منه. ولكن نوري بتقول لهم ان هو مشى من اتجاه تاني علشان تضللهم عن مكانه. وبعدين بيختفوا وبيظهر تاني مرة واحدة قدام نوري وبيعرفوا ان هي بتكذب عليهم. وبيكون والد نوري معاه شعلة نار وبيهددهم بيها علشان يبعدوا عن بنته. لكن واحد منهم بيمسك الشعلة ديت بايده وبيطفيها وبينفخها على مكان المخيم بتاعهم وبيحرقهم كلهم. بنروح لمعسكر جيش نمير. بيكون حصان اليسورد غضبان وبيحاول ارانديل ان هو يهديه. لكن صديق اليسورد بيقول له ما تتعبش نفسك معاه. وارانديل بيطلق سراح الحصان وبيسيبه يمشي. وفي الوقت دوت بتوصل غرارديل وسيو مكان المعسكر وبيروح سيو يدور على امه وبيكون فاكرها ماتت ولكنه بيلاقيها كويسه. وكمان بيلاقي اورانديل وبتسال غرارديل عن الملكه وبتروح لها على الجبل هي واورانديل. وبتكون غرارديل ندمانه ان هي ورطته في الحرب ديت. والملكه بتقول لها ان هم هيرجعوا نمير النهارده ويجهزوا جيش قوي وبعدين يرجعوا ينتقموا من عدوهم المشترك. وبتقولها غرارديل هي كمان هتجيب جيش قوي من الجان ويخلصوا الاتنين على عدوهم. بنروح لقبيلة الهارفوت اللي بيلموا في حاجاتهم المحروقة. بيقول لهم والد نوري ان هم ما عندهمش صفات زي البشر ولا زي الاقزام ولا الجان ولكن هم عندهم صفة احلى وان هم اوفياء لبعض ويحبوا بعض. وبعدين بيعرفوا قيمة الغريب اللي كان معاهم وبيقرروا ان هم يروحوا يدوروا عليه ويحذروه من الاشرار اللي بيدوروا عليه. بعدين بنشوف الملكة وجيش النمير ماشيين وغرارديل بيكون واقفة مع اورانديل وبيقول لهم ان هم ممكن ما يرجعوش ولكن هي بتبقى واثقه من ان هم يرجعوا. وبتيجي برونير تقول لهم ان هم عالجوا كل المصابين وبقوا كويسين وقرروا يروحوا على مكان تاني فيه نهر والارض بتاعته خصبه. وبتروح غرالديل للمصابين علشان تشوف هالبرت اللي بيكون مصاب اصابه خطيره جدا. وبتقول له غرالديل ان الاصابه ديت اللي هيقدر يعالجوا منها هم الجان وبتاخده وبيروحوا على هناك. بعدين بنشوف دورين قاعد مع ديزرا مراته وبتهديه وبتقول له انه في يوم من الايام هيبقى هو ملك الاقزام وهيحفر المنجم تاني وينقذ صاحبه والمصريين هيبقى ملكهم يعملوا بيه اللي هم عايزينه. وبيكون ملك الاقزام شاف ورقه الشجر بتاعه الروند وبيرميها جوه المنجم اللي اكتشفه دورين وبتنزل تحت في قاع المنجم وبتتحرق. وبيظهر وحش غريب جدا وبيظهر قدار وبيقول للأورك ان هم يقدروا يمشوا في النهار لان الشمس اتحجبت من الدخان اللي خرج من البركان. وبيقول لهم ان الاراضي الجنوبيه بقى ليها اسم جديد وهو موردور. الراجل الغريب بيكون وصل للمكان اللي قاله عليه صدوق اللي هو غراندور والتفاحة اللي نور اديتها له بتقع منه وبيروح يجيبها. وبعدين حد بياخدها وبيجري وراه فبيجري الراجل وراه وبتطلع نوري. لكن بعدها بنكتشف ان واحد من كائنات الفرار اللي بيدوروا عليه وبيظهر باقيهم وبيقولوا له لقد جئنا لخدمتك يا سيد سارون. مش عارف ازاي بس محدش يتوقع خالص ان دوت هو سارون. الروند بيكون بيتكلم مع كبير الحدادين بيقول ان هم لازم يبلغوا الملك بفشلهم في الحصول على كميات كبيرة من المصريل. وبعدين بتوصل غرارديل وهربرت وبياخدوا الاطباء علشان يعالجوه. والروند بيبقى متفاجئ ان هو شاف غرارديل وبيتكلم معاه وبيقولها ان هو ندمان ان هو حطها على السفينه وان هو كان لازم يثق فيها. وبتقول له غرارديل عادي يا معلم ولا يهمك انا كده كده هربت من السفينه واديني قدامك اهو وان هي مش هتسيبه وهتساعده. وبعدين بيروح هربرت لورشه كبير الحدادين وبيتكلم معاه وبيقول له ان هم ممكن يدمجوا معدن المصير مع معدن تاني علشان يحصل على الكميه المطلوبه ولكن يكون معدن مناسب علشان ما يفقدش الخواص بتاعته. بيروح لنمر والملك بيكون تعبان جدا في سريره والوزير بتاعه بيقرر يجيب رسامة تقعد وترسمه علشان لما يموت الأجيال اللي بعده يبقوا عارفينه. وبتكون الرسامة ديت بنت القائد ألندال وبيتكلم معاها كلام يخص المملكة بتاعتهم. وبعدين بيفتح لها باب سري في الغرفة بتاعته وبيوريها الكرة اللي بتشوف المستقبل ديت. بعدين بيجتمع الملك مع كبير الحدادين والروند وغرالديل وكبير الحدادين بيقول للملك ان هم ممكن يعملوا قوة كبيرة من المصريل في حاجة صغيرة زي التاج مثلا لان هو هيكون شكله دائري وان الشكل دوت هو المناسب وكمان هيخلي قوته كبيرة جدا. لكن الملك بيرفض لان هي فكرة خطيرة جدا وبيقول لهم ان هم ممكن يخلوا مدن الجان قبل ما ورقة الشجرة المقدسة بتاعتها تقع. وبيروح الروند ورا الملك علشان يقنعه يديله فرصة والملك بيوافق وبيديله فرصة 3 أسابيع. بيبدأ كبير الحدادين هو والروند يجهزوا علشان يشتغلوا على معدن المصريل. وغرالديل بتبص على هالبرت وبعدين بتروح تتكلم مع واحد وبتطلب منه يدور في تاريخ الارض الجنوبية والملوك بتوعها
بتوعها لان هي تقريبا شاكه في هالبرد، وبعدين بتتكلم مع هالبرد وبيشكرها هالبرد لانه ما كانش يحلم ان هو يوصل لمملكه الجان، وكمان يقابل كبير الحدادين هناك ويشتغل معاه، وبيشكرها على وقوفها جنبه وانقاذها ليه. في منطقه جرينورد بيكون الهارفورت وصلوا لهناك وبيلاقوا الراجل الغريب مربوط وبيروحوا علشان يفكوه، وفي نفس الوقت بيروح حد تاني منهم علشان يشوف الاشرار اللي خاطفينه، وبيلاقي الراجل الغريب هناك، وبيطلع ان الغريب الاولاني دوت واحد من الفنانور ومتنكر في شكل غريب علشان يقضي على الهارفورت، وبيتصاب قائد الهارفورت. ولكن في الوقت دوت بيظهر الراجل الغريب ويضرب بايده في الارض ويعمل موجة شديدة ويبعد كائنات الفرنور، ولكنهم بيستخدموا السحر بتاعهم ويضربوه وبيخلوه يغمى عليه وبيقع في الارض. وبعدين الهارفورت بيواجههم وبيبدأ كائنات الفرنور يولعوا في الغابة وبيحرقوها، وبتحاول نور تصحي الراجل الغريب علشان يساعدهم، بيقول لها ساعتها تسيبه وتمشي، ولكن بتقول له انت راجل طيب وساعدتنا كتير. وبعدين بيقوم وبياخد العصايه من واحد منهم ويوقف النار، بيقول لهم ان هو مش سارون وهو ساحر اصلا، وبعدين بيخلي اجسامهم تتحول لهياكل عظميه بتنور، وبعد كده بيتحولوا لفراشات واختفت. وبعدين بيقعد مع القبيله وكبير القبيله بيكون بيموت بسبب الاصابه اللي اتصابها. بعدين بيكون سفن نمير لسه في طريقهم للبحر، لما بيوصلوا بنكتشف ان الوزير بتاع الملك انقلب على المملكه وغير كمان العلم بتاعها واستحوذ عليها. في الورشه بتاعت كبير الحدادين بيحصل انفجار كبير بسبب معدن المثريل، وان هو رفض الارتباط مع معدن تاني. بيقولوا ان هم هيحاولوا من جديد، وبيكون الراجل الاغرالدير كلفته يدور على ملوك الارض الوسطى، قال لها ان اخر ملوك الارض الوسطى مات من سنين كتير جدا وما سابش ليه وريث. وبتعرف ان هاربرد كان بيكذب عليها كل دوت، وبتساله عن هويته وبتقول له ان هي عارفه هو مين، ولكنها بتقول له هويتك الحقيقيه، وبتقول له ان اخر ملك على الارض الجنوبيه مات من 1000 سنه وما سابش ليه وريث. وبيقول لها ان هو لقى القلاده اللي كانت معاه ديت مع شخص ميت، وبتقول له انت اقنعت الملكه بالحرب في الاراضي الجنوبيه، وبيقول لها ان هي اقنعت الملكه. وبعدين بتساله انت مين تاني، فبيقول لها ان هو عنده اسامي كتير. وبعدين بتيجي تضربه بخنجر ولكنه بيوقفها وبيخليها تتخيل اخوها، وهو بيقول لها ان مهمته كانت نشر السلام زي ما كانت مهمه سارون برضه، وبيهمس في ودنها وبيقول لها المس الظلام مره اخرى. وبعدين بتقول له ان اخوها مات بسببه وبتسيبه وبتمشي. وبعدين بيظهر على قارب صغير في البحر هاربرد وبتقول له ان هو صديق مرغس. وبعدين بيقول لها هاربرد ان هو كان قال لها قبل كده ان هو واقع في الشر، ولكن هي ما اهتمتش وقالت له مش مهم مضيق. وبعدين بيقول لها ان هو هيخليها ملكه وهي هتديله النور وهو هيديها السلطه وهينقذوا الارض الوسطى مع بعض. وبعدين بتحط الخنجر على رقبته وبيقول لها ان هو ما عندهوش اختيار، وان من غيره اهلها وشعبها هيموتوا مش هيبقى ليهم وجود. وبعدين بيقول لها ان سارون عايش بسببها هو، يعني بتقول ان هو برضه هيموت بسببها ولسه هتضربه بالخنجر، ولكنها بتغرق في البحر. وبعدين بتفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها وبتلاقي روند جنبها وبتفكره سارون وهتضربه بالخنجر ولكنه بيهديها. وبعدين بتجري على الورشه علشان تلحق المسيل من ايد هالبرد اللي هو سارون، ولكنه ما بيبقاش موجود. وبتقول لكبير الحدادين والروند ان هالبرد مش هيرجع، ولو رجع محدش يتعامل معاه. وبيسالها روند ليه بتقولي كده، وبتقول له ان هو لازم يثق فيها. وبتقول لكبير الحدادين ان هو يصنع 3 خواتم من حجر المثريل علشان القوه تكون متوزعه عليهم وما تكونش مخاطره، علشان لو حد فيهم بقى شرير وفاسد الاتنين التانيين يقدروا يوقفوه والقوه تكون متوازنه بينهم. وبيقول لها كبير الحدادين ان الخواتم هتكون قوتها للجان بس ومحدش هيقدر يستخدمها غيرهم، ولكنه محتاج ذهب وفضه من الفانور علشان يدمجهم مع المثيل، ويكون الخنجر اللي مع غلاردين مصنوع من الذهب والفضه اللي في الفانور. وبعدين بنرجع لهارفوت ونوري بتكون قاعده مع الغريب وبيقول لها ان هو لازم يروح مكان اسمه رون علشان يعرف حياته، وبتقرر نوري ان هي تروح معاه وبتروح تودع اهلها واصحابها. وبعدين بتقول للغريب ان هي مش عارفه وجهتهم، ولكنه بيقول لها ان هم مش هيمشوا من الطريق اللي قدامهم دوت علشان ريحته عطره، وبيقول لها لما تشك في حاجه امشي ورا مناخيرك دايما. بعدين بنشوف غراردير وهي بتدي خنجر للحداد علشان يسهره، وبتكون زعلانه جدا ومش هاين عليها الخاتم لانه الذكرى الوحيده من اخوها، ولكنها لازم تعمل كده في سبيل حمايه الارض الوسطى. وبعدين بينصهر الخاتم والروند بيحط جواه المثيل علشان يندمج معاه، وبتبدا عمليه الدمج وبيصب السائل في القوالب علشان يتشكل. وبيعرف الروند حقيقه هالبرد وبيروح علشان يواجه غراردير، ولكنه ما بيتكلمش لما بيشوف الخواتم قدامه اللي هتقدر توقف قوى الشر. وفي الاخر بنشوف هالبرد اللي بيكون سارون، يعني راح عند البركان اللي انفجر. وبيخلص الموسم الاول من مسلسل سيد الخواتم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامه.